السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياة طيبة معطرة بالذكر على الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام. ازيكم حبايبي قلبي، كل سنة وانتم طيبين ويعود عليكم الأيام بخير، وكل سنة وأخواتنا المسيحيين بخير وسلام. وشكرا جزيلا على المتابعين الجداد اللي جم زاروا قناتي. وشكرا على التعليقات الجميلة جدا اللي حبايبي المتابعين قالوها لي. ما تحرمش منكم أبدا يا رب، ويدوم بينا المحبة، ودايما يا رب نبقى مع بعضينا. والحمد لله ان ربنا كرمني باحلى متابعين، ناس محترمين جدا. النهارده جايه لكم اكله سمك كده جميله. هقلي منه جزء، والجزء التاني انا حابه ان انا اعمله بطريقه مختلفه شويه، بس ما تستغربوش عليها. انا هعمله، طب ما تيجي اقول لكم هعمله ازاي. يلا بينا على البوتاجاز نشوف هنعمله ازاي. بس قبل ما نروح على البوتاجاز هنروح الاول نشوفه السمك اللي معايا. انا معايا سمك البلطي ده، كنت منضفاه وشايلاه في قلب التلاجة. وطبق السلطة اللي شكله جميل جدا، اللي لسه ما اتعملش يعني يتاكل هو كده تمام. وخيار بقى وجزر وفلفل الوان وبقدونس. ده طبق السلطة، وهستخدم منه طبعا من الفلفل دوت احطه على السمك. ويلا بينا على البوتاجاز عشان اشوف السمك اللي انا هعمله بطريقة مختلفة ايه. ندخل تاني حبايب قلبي عشان نحط البصل في قلب الزيت بالشكل ده. وما تستغربوش ان انا حاطه بصل كتير، الاكله دي بتحب البصل كتير الصراحه. انا هشوح البصل ده لغايه لما يحمر جامد جدا. طبعا في بقدونس وفي فلفل الوان وفي ايه تاني، اللهم صل على النبي. كل ده وفي جزر طبعا، كل ده هنضيفه مع البصلايه ديت. وبعد كده استنوني برضو هشوف هعمل ايه في السمك. ما تروحوش في حته عقبال ما البصله تتحمر. شايفينكم حبايب قلبي، زي ما انتم شايفين انا بحمر البصله وبدأ لونها يغمق. وعلى العين التانية انا بقلي السمك، هرفع له فوق شويه كده تمام. كده اللون بتاع البصله بتاعتي. هحط معلقه الثوم اللي موجوده دي عندي، هتتحمر مع البصلايه. بالشكل دوت. اول ما الريحه تطلع بتاعه التومه هضيف عليها الميه، وبعد كده هقول لكم هنعمل ايه. ده مش الرز على فكره، ده السمك اللي انا هعمله بالطريقه المختلفه تمام. كده ريحه التوم جميله. بسم الله الرحمن الرحيم. انا هضيف الميه كده بس، دي كفايه عليا الميه اللي انا هحطها. طبعا التومه فيها فلفل اخضر وفيها كمون وفيها ملح، بس انا هحط برده حبه ملح كمان علشان خاطر الميه بالشكل دوت. شوف الملح بس بتاعنا. تاخد بس غلوه وبعد كده هتشوفوا هنعمل ايه. رجعت لكم حبايب قلبي عشان نكمل بقيه الاكله بتاعتنا. بسم الله الرحمن الرحيم. انا هوطي بقى العين ديت عشان الصوت عندي بيعمل صوت عالي جدا، وهرجع لكم لورا شويه عشان البخار تمام. السمك زي ما انتم شايفينه انا قطعاه بالشكل دوت كده. هنزل بيه في الميه بتاعتي اللي هي غليت هنا. ممكن تستعملي بقى انواع السمك اللي هي بتبقى الكبيره، بتتقطع وتتعمل بنفس الطريقه ديت، بتبقى جميله جدا. وجربوها ان شاء الله تعجبكم. هنزلها كده بالمعلقه كده تمام. معايا الجزر والبقدونس هرش كده عليها من على الوش. ان شاء الله يعجبكم جدا لو حبيتوا تغيروا من طريقه اكلكم. ده الفلفل الالوان زي ما انتم شايفين. مش هحط الكميه كلها عشان انا محتاجه منه تاني بالشكل دوت. هحط كمون، طبعا الميه فيها الملح بتاعها ومظبطه يعني الحمد لله. زي ما انتم شايفين السمك بقى بالشكل دوت. قدام منكم انا هسيبه ياخد له غلوتين، وبعد كده هفصله بالمقصوصه، وبعد كده هقول لكم تعملوا فيه ايه، فاستنوني. جبت نصين ليمونه زي ما انتم شايفين، يعني نص ليمونه قطعتها حتت صغيره بالشكل ده.
وبرده هقسمها كده على الوش واقفل عليه لغايه لما يستوي السمك، وبعد كده نبقى نطلعوه ونشوفوه في الاخر ان شاء الله هيبقى عامل ازاي. ورجعت لكم تاني يا حبايب قلبي عشان نشوف السمك عم وصل لحد فين. هو قعد 10 دقايق بالظبط على النار، حسب السمك بقى لو كان كبير او صغير. احنا هنجيبه بالمقصوصه ديت. بسم الله الرحمن الرحيم. طلعوا معاكم. هطلعه زي ما انتم شايفينه كده بالبصل والفلفل والبهارات اللي انا عاملاها عليه. شايفينه بالشكل ده كده. بالشكل دوت كده. وهفضي بقيه البصل. الطريقه دي جميله جدا وان شاء الله تعجبكم. زي ما انتم شايفينه كده ريحته جميله جدا ومفيش زفاره ولا اي حاجه لا تكونوا فاكرين يعني يبقى زفر ولا حاجه، لا بالعكس ده جميل جدا. تمام. طبعا الشوربه اللي هي اتعملت من السمك وميه ديت انا هنزل عليها الرز فدقايق وارجع لكم بالرز تاني. لكم تاني يا حبايب قلبي عشان نحط الرز. بسم الله الرحمن الرحيم. بالشكل دوت. دي الميه اللي طلعت من السمك اللي هي بالبصل والفلفل والبهارات زي ما انتم شايفينه بالشكل دوت. هسيب الرز بتاعي يستوي. هعمل ايه طبعا في الصينيه اللي انا طلعت السمك من السليق اللي هو دوت زي ما انتم شايفين الشكل كده. انا ولعت الشوايه وهحطه على الشوايه ينشف شويه ويديله لون كمان يغمق حبه علشان يبقى اجمل واجمل. هرجع لكم تاني بعد ان شاء الله ما الاكل يجهز. ورجعت لكم حبايب قلبي. نعمل احلى طبق سلطه بسيط جدا. ده الفلفل اللي فضل معايا انا هفضيه هنا، مش هستعمل خضره كتير. هي ربطه بقدونس واحده بس، كترت من الفلفل طبعا عشان الفلفل مغذي جدا. وايه كمان يا حوده؟ في فيتامين جي. حوده هيقول لكم الفيتامينات. والخيار في 98% من المياه. من المياه. يعني لو عطشانه تاكلي خيار. ولو حرانه مش عارف. ولو سقعانه مش عارف تاكلي عدس. تاكل فراوله. فراوله. عسل. فراوله بالدفع. الحاجات سحلب. فراوله البلح بيديك طاقه. طاقه سعرات حراريه. الحاجات هي دي اللي بتدفي. يا سلام. وانت ايه فاكر ايه؟ فطبق السلطه ده مفيد جدا. يا ريت دايما تعملوه كده في وسط الاكل عشان خاطر الاولاد ومنهم يتعودوا على الخضار. اكل الخضار مفيد للصحه جدا جدا، احسن من الرز والمكرونات والعيش. انا كانت كل طريقه اكلي كلها عيش ومكرونه ورز. بنعشقه المكرونه جدا لغايه لما انا تعبت وطبعا كشفت وكده وتحاليل وكلام دوت. قال لي عندك ضعف عام. ده ايه ده؟ قلت له انا باكل كويس جدا يا دكتور. قال لي طريقه الاكل اصلا مش مظبوطه، مش بكتره الاكل او بتاكلي ايه وبتعملي ايه. طريقه الاكل مش مظبوطه. فكلي الاكل اللي فيه غذاء زي طبق السلطه دوت. لازم كل يوم طبق سلطه زي دوت يبقى في وسط الاكل. على فكره عصير الفراوله بالبنجر اللي انا عملته لكم بجد بجد جميل جدا. بس تحطوا بقى ايه عليه فنجان مورد علشان يغطي على طعم البنجر او ريحه البنجر عشان خاطر العيال يقدروا يبلعوه. ده اللي انا جربته يعني ولاحظته كده، واللي جاب فايده جميله جدا معايا في العلاج فعلا اللي هو البنجر اللي انا بقول لكم عليه. فحبيت اكلمكم عليه تاني. انا كنت باخد ادويه كتير جدا، مقويات وايفر وفيتامينات. دلوقتي كوبايه كل يوم انا بشربها من البنجر بالفراوله. دلوقتي بطل الصداع يجيني. كنت دايما اقوم من النوم الاقي صداع رهيب جدا.
يبقى ماسكني كده من دماغي من ورا لغايه عينيا. اتاري ده كل ده من المجهود والتعب بيأثر على البني ادم، فعامل الانيميا والحمد لله. فحبيت اكلمكم عليه ان البنجر عامل مفعول معايا رهيب جدا. اما خدت منه كوبايه كل يوم، بس مش كوبايه اللي هي صغيره، اللي هي الشوب الكبير ديت، وكترت فيه الموارد. والله دلوقتي ما بقيتش باخد الكبسونه اللي هي المقويات والحاجات ديت، والحديد وكده. استغنيت عنهم يعني الحمد لله. فالحاجات الطبيعيه اللي عندنا ديت اللي ربنا موفرها لنا، ليه ما نستخدمهاش بدل الادويه والحاجات ديت؟ بيبقى جميل جدا. الطماطم الطماطم دي جايه من الصحراء وعلشان كده لونها كده. يعني في طماطم بتتزرع في الصحراء؟ طبعا، امال ايه. عارف، بتاخد الجذور بتنزل تحت الصحراء لغاية توصل اسمها ايه دي، مياه جوفية. يا عيني. طب ما انت بقيت خبيره اهو محمود. تمام. هنعمل ايه بقى حوده تاني؟ الليمونة ولا نحط خيار؟ لا، نحط جزر. نحط جزر اللي بنعشقه. على فكرة اللي هو زي الكرنب الموف ده جميل جدا ومغذي جدا، وبينفع برضو للتخسيس هو والكابوتش واللي هو البروكلي. يعني انت لو جبتي واحدة بس خدتي منها نصها ولا ربعها ولفتيها في استريتش، بيقعد معاكي بالاسبوعين في قلب التلاجة ما بيبص، طول ما انت لفاه في الاستريتش وشايلاه مش بيجراله اي حاجة كده. تمام. زي ما انتوا شايفين طبق السلطة اللي شكله جميل جدا ده، الواحد يتعشى بطبق ساده ويستكفى بكده يعني الصراحه، ادام الرز والاكلات والعيش والحاجات الكتير اللي احنا بناكلها دي ملناش اي فايده. فدايما تعملوا طبق السلطه ده، انا بنصحكم زي ما بنصح نفسي دلوقتي ان انا اعمل على طول طبق السلطه من ساعه اللي انا مريت بيه. فخلي الواحد فعلا ويحرص على صحته شويه، علشان لما الواحد بيرقد فعلا رب العالمين بس هو اللي بيحس بيه، وهو اللي بيرحم عباده. كده تمام. هعصر بقى عليه ليمون بالشكل دوت. حابين بقى تحطوا ليمون بالزياده ما فيش مشكله حسب ما انتوا عايزين، لكن هستكفي انا بالليمونه كده، نص ليمونه كده. تمام. يلا احلى طبق سلطه، واجي احضر لكم الاكل وارجع لكم تاني. ورجعت لكم حبايب قلبي زي ما انتم شايفين بالطريقه ديت. ادي صينيه السمك اللي انا عملتها، طبعا شفتوني من البدايه انا عملت فيها ايه. حمرت البصل طبعا والبهارات والحاجات ديت وسلقتها، يعني اديته بتاع 10 دقايق كده او اقل من 10 دقايق اتبخر كده، وبعد كده طلعته بالمقصوص على الاساس يطلع معاه البصل والفلفل والحاجات اللي انتوا شايفينها ديت. طريقه جديده لعملة السمك زي ما انتوا طلبتوا مني، عايزين حاجات جديده لاكل السمك. دي اكله صياديه زي ما انتوا شايفينه كده، مع رز الصياديه طبعا معمول بالفلفل الالوان والبصل والبهارات وطبعا ما ننساش الشوربه بتاعت السمك اللي نزلت من السمك، عملنا بيها طبق الرز الجميل دوت، والسلطه اللي انتوا شايفينها الحلوه ديت اللي عايزه تتاكل اكل، عايزه تتاكل اكل كده من غير اي حاجه خالص. والسمك طبعا المقلي اللي احنا عارفينه بتاعنا. وطبعا انا صينيه السمك دي بعد ما بخرتها في البهارات زي ما انتم شايفين وطلعتها حطيتها في الصينيه ديت، حطيتها على الشبكه، قعدت برده بتاع 5 دقايق او 10 دقايق، اتشوحت كده من على الوش وطلعت بالشكل الجميل دوت. شايفين لون السمك عامل ازاي؟ جميل جدا يعني، يا رب تجربوه ويعجبكم باذن الله. وممكن بقى تاخدوا الصوص اللي هو في تحت دوت مع على الرز طبعا اللي هو بالخضار دوت، الفلفل والبهارات والحاجات دي تحط على الرز ويتاكل او يتاكل بالعيش ممكن برضو، مفيش اي مشكله. ان شاء الله الفيديو النهارده يعجبكم باذن الله، ولو عجبكم ما تنسوناش بلايك، واللي اول مره يشوف قناه بيتك بسيط مع الفطومه يشترك في قلب القناه ويقول لي رايكم في ايه، ولو في اي تفصيل فعلوا الجرس، ولو في اي ملحوظات اتمنى تقولوها لي. انا بحب اسمع ملحوظاتكم جدا، واحب اغير من مطبخي لو انتوا في حاجه مش عاجباكم. كده تمام حبايب قلبي، وعود عليكم كل سنه الايام كل سنه وانتوا طيبين. اعذروني معلش على اللخبطه اللي انا فيها ديت. ايه تاني حوضه؟ متنسوش تعملوا لايك
اما انا قلت لهم ما تنسوش تعملوا لايك. وايه تاني؟ اشتركوا في قناة بيتك بس مع فتومة وحودة مع فتومة. واشوفكم على خير ان شاء الله، وكل سنة وانتم طيبين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.